السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التحليه بالفلون فاني مع الكراميل وكاوكاو. واحد التحليه غزاله رائعه، الا جربتوها غتوليو مدمنين عليها. تحليه زوينه بزاف، اللي في الصراحه من نهار درتها مبقاش كتخطاني. بغيت نشاركها معكم وكملوا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للمقادير ديال التحليه هذه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، عندي الحليب، عندي واحد ايطرو ديال الحليب. بالنسبه للحليب البنات يمكن لكم ديروا نص ايطرو، يمكن لكم ديروا ايطرو. عندي ايطرو ديال الحليب، عندي 5 المعالق كبار ديال السنيده، عندي 2 شاسيات ديال الفلون فاني، وعندي هنايا واحد 4 المعالق كبار ديال النشا. صافي هادو هما المقادير اللي عندي. غادي نكب هنايا كاع هاد المكونات اللي كاينين. السنيده والفلون فاني، غادي نخلط هادشي مزيان هنايا عاد باش غادي نديرو فوق من البوطه حتى يبدا يعقد لينا الخليط، يبدا شويه كيعقد عاد نحيدوه من فوق البوطه. بقاو معايا انا غادي نرجع معكم من بعد ما طاب لنا داك الخليط. شوفوا معايا القوام ديالو، ما خصكمش تخليوه يطيب حتى يعقد بزاف، غير يبدا يشد، يبدا يبان لكم كيبدا كيعقد وتحيدوه من فوق البوطه. ودابا غنديروا في هاد الكيسان اللي غادي نحط فيهم هاد التحليه. من بعد غندخلو للثلاجه واحد 10 ديال الدقائق حتى يبردوا. وغندوز دابا باش نحضر معكم واحد الكراميل اللي غنديروه من الفوق ديال هاد التحليه ان شاء الله. بالنسبه للكراميل عندي هنايا السنيده، عندي هنايا واحد 6 ديال المعالق ديال السنيده، وعندي كاوكاو، يمكن لكم ديروا اللوز، ديروا اي حاجه كتبغيو. عندي معلقه ديال الزبده، وعندي دانيس كراميل. هادو هما المكونات اللي عندي لهاد التزيين ولا مع الكراميل، يعني اللي بغيتو ديروه في التزيين كيبقى اختيار ديالكم. دابا غادي ندير السنيده فوق البوطه حتى تكراميله ونرجع معكم. من بعد ما السنيده ولات لي على الشكل هذا، ولات كراميل، دابا غادي نزيد معلقه ديال الزبده ونخلط كلشي. وغادي نزيد واحد دانيت كراميل ونخلط. ودابا غنزيد البنات هاد كاوكاو، يمكن لكم ديروا اي حاجه كيف قلت لكم. ونخلط كلشي بحال هكا ونزين هاد التحليه اللي عندي. صافي غنزين بها التحليه كما كتشوفوا. ودابا البنات غنبدا نزين فيها التحليه، نحط بحال هكا من الفوق. بالنسبه للبنات هاد التحليه درت معكم اليوم راها كتجي فنه وكتجي زوينه، الا في المذاق ولا في المنظر ديالها، وصحيه، يعني كتنفعنا في الفطور ولا في السحور، علاش لا. وبالنسبه هذا يمكن لكم ديروا بزاف ديال الاختيارات. كاين التفاح حتى هو تخلطوه مع الحليب، البنان حتى هو تخلطوه مع الحليب حتى هو كيجي زوين. وديروا الفلون حتى هو، ديروا الفلون بنفس المقادير اللي درت انا هنايا، راهم كيجيو زوينين.
التحليه هذه كتنفعنا. وحتى لا شاط عليكم هذا الكراميل هذا ما غاديش يخسر، يعني ديروا به عاوتاني مره اخرى. دابا مع رمضان كنحتاجوا هاد التحليات هادو. ودابا البنات غنديرها في الثلاجه حتى تبرد التحليه هذه، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. من بعد ما بردات التحليه ديالنا كتشوفوا معايا كي كتجي، كيجي الشكل ديالها زوين. شوفوا معايا كي كيجي الشكل ديالها، كتجي غزاله البنات. كنتمنى انكم تجربوها. وكيف قلت لكم هذه غير فكره ديال الفلو عادي بهاد الكراميل هذا بالكاوكاو. يمكن لكم ديروا حتى سميتو حتى تفاح ولا البنان، اي فاكهه كتبغيو تخلطوها مع الحليب، طحنوهم وديروهم فوق البوطه مع الفلون فاني، وتجيكم تحليه غزاله وزوينه. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، وتخليوا لي التعليق ديالكم زوينه كيف ديما اللي كتزيد تشجعني. كنشكر بزاف البنات اللي مشجعيني ومتابعيني من نهار بديت في القناه، وكنشكر حتى اللي يلاه التحقوا بالقناه ديالي. كنشكرهم بزاف، كنقول لهم شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم زوينه. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.